السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معايا البنات ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. وتحت طلب العديد من الاخوات كيسولوني دائما على النوع ديال الماكينه باش كنخدم، يعني اليوم ان شاء الله نلبي لكم هذا الطلب. واخا كنت ديجا حطاها في القناه، ولكن الاخوات الصراحه ما تيقلبوش في القناه. يعني القناه فيها بزاف ديال الفيديوهات، كتكليكوا البنات على الاسم ديال القناه، كتطلعوا الفوق تيبانوا لكم الفيديوهات، المنتدى، قوائم التشغيل، كتوركوا على الفيديوهات وكيطلعوا لكم كامل الفيديوهات اللي كاينين في القناه. ما علينا البنات، بالنسبه للماكينه هذا هو النوع باش كنخدم. تبارك الله اللهم بارك، الخدمه ديالها زوينه، غير هي واحد الحاجه ما فيهاش العراض بزاف بزاف، ولكن تبارك الله الله يجعل البركه. خدامه مزيان الحمد لله والشكر لله، الله يسخرها يا ربي امين. وهاد الماكينه عندي عزيزه وعزيزه بزاف صراحه. أه عندي ما قصه طويله والله يبارك فيها يا ربي امين. وحتى نتوما الله يبارك لكم في الالات ديالكم، واللي ما عندهاش يا ربي تسهل عليها وان شاء الله تاخذها وتتعلم، علاش لا. المهم ما نطولش عليكم البنات، بالنسبه للماكينه سميتها سانجير من النوع الاولاني. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا النوع الاولاني البنات، هذاك الساروت الثاني طاح ليا، يعني ما بقاش عندي. هاد البنات بالنسبه لهاد الزيف هذا كندوروا على ديك البلاصه، كندير فيه لي باري، كتجيني سهله باش نهز لي باري ونخدم بهم. يعني كيف ما كتعرفوا كنخدم بالورقه، ضروري كنبغي نشد بلي باري. الماكينه ديالي راه خصها مازال نظافه، خصني ندير لها واحد النهار باش ننظفها ونزيتها. كيف ما كتشوفوا البنات، كيف ما قلت لكم راه النوع جيد، ولكن ما بقاوش الصراحه. يعني هاد الماركه الاولانيه ما بقاتش، صعيب باش تلقاوها. شفتوا البنات هاد البلاصه هادي كنعمر فيها السرجي، يعني كيدوز الخيط من هنا وكديروا الفار هنايا. هادي البنات كل وحده والماكينه ديالها كيفاش دايره. انا هاد البلاصه كندير الكانيت، ولكن كندفع هادي للامام هكذاك باش كتعمر ليا، باش كيعمر ليا الكانيت. هنا كندوزو فيه الخيط، وهنايا هنا راه معروف. واحد الحاجه غنوريها للبنات بالنسبه للابره. الابره واخا ما غاديش تبان، شفتوا العوينه ديالها مقابله معايا، شفتوا البنات. هذه اغلبيه ديال البنات كيسولوني على الزياده والنقصان. البنات الماكينه عندي كتوصل حتى ل3 ديال الشرطات، بعض المرات كتطلع ل4. مهم كتعرض، ماشي ما كتعرضش، العرض ديالها كما قلت لكم الله يجعل البركه، زوين العرض ديالها. كيف ما كنت كنشرح لكم في الفيديوهات كنقول لك الشرطه الاولى، الشرطه الثانيه، الشرطه الثالثه. هذه هي باش كنعني الشراطي. وراه كتعرض تبارك الله بعض المرات راه كيطلق العراض، راه زدت في العراض ديالها، ولكن هذاك هو الحد اللي عندها. بالنسبه للبنات هذا هنا فين كيكون في هذا الوسط هذا. هادو اللي بغات تخدم داك النص راه كتدفع، يعني النص ديال على اليمين والنص على اليسار. شي نهار غادي نوريه لكم. هذا غير ديال الخياطه، هذا البنات ديال الغرزه، يعني هذا ما كاينلاش ما غاديش نخدمو وما كنخدموش. وبالنسبه هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، يعني كتوازنوا ما بين الخيط هنايا، يعني هذا الميزان هذا كتوازنوا ما بينه وبين الكانيط، الخيط اللي كاين في الكانيط. هذه هي باش كنخدم الماكينه. بالنسبه للعراض هذا هو العراض.
بزاف ديال الاخوات سولوني شنو هو العراض. العراض البنات راه الا ما كانش العراض في الماكينه ديال الطرز راه ما يمكنش تطرز ليك. يعني الماكينه ديال الخياطه ضروري مثلا الا كانت الماكينه ديال الخياطه راه ما غاديش تطرز لك. خصها تكون ديال الطرز، وديال الطرز هي اللي ممكن انها تخيط لك. ولكن حاجه اللي كتعجبني انا في الماكينه اللهم تكون ديال الطرز وتبقى ديما ديال الطرز. يعني ما نخيطش بها، يعني نخليها ديال الطرز. ما لان الماكينه كترون الصراحه ملي كتخدموا على جوج جهات، من الاحسن تبقى في جهه وحده، يعني تخدمي بها الطرز وتبقى لك ديما ديال الطرز. لان راه بصراحه الماكينه ما كتبقاش خدامه مزيان الا كتخدموا بها جوج حوايج، ما كتبقاش مزيانه وما كتجيش في الخدمه ديالها زوينه. هذا هو العراض البنات. دورت عليه الطرف ديال الثوب حيت كانت غير واحد الحديده، ودورت عليه الطرف ديال الثوب، ودورت ليه السكوتش حيت بعض المرات كيضر في الركبه. هذا هو الموتور. قالوا لي البنات الموتور راه ملي كتحطوا رجليكم راه الرجل كتكون على الموتور، وفي نفس الوقت كتكون الركبه على العراض، يعني كيكونوا متوازنين. انت ملي كتعلمي انت اللي كتحكمي في العراض وكتحكمي في الموتور. هو في البدايه ضروري ما يكونوا شويه ديال الصعوبات، ولكن مع المده مع الممارسه ان شاء الله غادي تولفوها. بالنسبه للموتور راه اغلبيه كيسولني على الموتور. البنات انا حاليا عندي موتور كبير، كان عندي ديال الشبكه الاصلي ولكن الصراحه تحرق. وتبارك الله راه الموتور ديال الشبكه هو باش زوين كتزيدوا السرعه وكتنقصوا فيه السرعه. ولكن الا كنتي متمكنه راه الموتور ديال الموتور الكبير راه ما كاين ما احسن منه. في حاله الا كنتو غادي تشرو الموتور الصامت. متفقين البنات؟ هذا هو الموتور. واخا ثقيل هذا الموتور، ولكن صراحه كما قلت لكم اللي تعلمات ودات على الماكينه انها باش توازن ما بين السرعه وما بين الركبه وما بين الرجل ما كيكونش عندها حتى شي مشكل. بالنسبه لتحت كلشي ديال الماكينه راه كاين فيديو غادي نحطو لكم في صندوق الوصف، راه فيه الطريقه باش كنزيت الماكينه والطريقه باش كنوضع الكانيط. تبارك الله اللهم بارك. هاد الماكينه تبارك الله الخدمه ديالها غزاله الصراحه البنات. كيف ما قلت لكم البنات الماكينه تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك فيها والله يسخرها. والحمد لله ملي كاينه هاد النعمه ديال الصنعه راه الانسان يقدر يتعلم ويقدر يخدم ويقدر يدير بزاف ديال الحوايج. يعني الانسان يدير شي حاجه كيحبها، مثلا الصنعه. انا اعز حاجه عندي هي الصنعه. تبارك الله الصنعه الا ما غناتك تسترك وكتجلسي في قلب دارك وكتخدمي تبارك الله وتيكون عندك كليان. يعني اش غادي نقول لك، خصوصا الانسان الا كان كيخدم بالمعقول وتيخدم خدمه متقونه راه ما عمر سيدي ربي غادي يخيبو. والحمد لله والشكر لله، هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى كنحمد عليها الله وكنشكره الليل ونهار. الحمد لله. خدمه متقونه وفلوسها حلال تبارك الله وميسر الامور اللهم لك الحمد. وكنتمنى لكم حتى نتوما تيسر لكم الامور وتشدوا نتوما الخدمه وتخدموا، واللي بغات الماكينه الله يسهل ليها فيها. والبنات اللي جالسه في الدار وعندها الرغبه انها تعلم صنعه زوينه تبارك الله وكتشغلك على بزاف ديال الحوايج اللي ما عندناش فيهم غرض وما غادي نستافدوا منهم والو. هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه لهادي هاد الحديده هادي كنت خديتها، كانت عندي في الماكينه ولكن حيدتها ورجعت تاني شريت وحده جديده. هادو كيهزوا لك البوبينات ديال الخيط حتى هما كيساعدوا. ان شاء الله البنات ملي غادي ندير معكم اللايف بغيت غير نسولكم امتى بغيتوا اللايف البنات، اش من نهار بغيتوا اللايف واش من وقت. انا عندي اقتراح الا كنتو اوكي متفقين نديروا اللايف مره في السيمانه
ويكون لايف مع 8، يعني من مورا العشاء، نخليهم من مورا العشاء ان شاء الله باذن الله. المهم شوفوا نتوما اش من نهار بغيتو، واش بغيتو الخميس ولا السبت، ولقى الجواب في التعاليق. يلا البنات، خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.